الله جعل البقاء لوجهه إكراما. قد عشت تحدث للنصارى ألفة وتجل بين المسلمين وئاما، واليوم فوق مشيد قبرك ميتا وجد الموفق للمقال مقاما. الحق أبلج كالصباح لناظر، لو أن قوما حقنوا الأحلام. أعهدتنا والقبط إلا أمة للأرض واحدة تروم مراما. نعلي تعاليم المسيح لأجلهم ويوقرون لأجلنا الإسلام. الدين للديان جل جلاله، لو شاء ربك وحد الأقوام. نستمع الآن إلى كلمة الإخوة الأقباط والكنيسة بقنا يلقيها نيافة القمص أنطونيوس حلمي ممثل الكنيسة بقنا، يحدثنا فيها عن بيت العائلة ودوره في المحافظة والتعاون بين الأزهر والكنيسة المصرية. سيد معالي الوزير محافظ قنا حفظه الله، السادة الكرام الحضور، كل عام وأنتم بخير بمناسبة صوم رمضان المبارك والذكرى والاحتفال السنوي لجامع الأزهر. نيابة عن صاحب النيافة الحول الجليل أنبا الشيروبين مقام قنا وتوابعه، نتقدم بالشكر والتقدير لمشيخة الأزهر الشريف ولرئيس الإدارة المركزية لمنطقة قنا الأزهرية بدعوتهم الكريمة للمشاركة في هذا الحفل المبارك على تأسيس جامع الأزهر وإلقاء كلمة والضوء على بيت العائلة المصرية.